السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو جديد. ما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد، ونقول تاج الذكر: لا إله إلا الله لا شريك له، الملك له الحمد على كل شيء قدير. يلا نبتدي معاكم الفيديو ونشوف وصفة النهارده. متنسوش اللايك وكومنت حلو زيكم، ويا رب نكون لطاف خفاف عليكم. هنعمل يا حبايبي هنا صباح الخير. الأول هنعمل مسقعة بدون زيت، يعني مش بدون زيت خالص، يعني هنحطه في الفرن من غير جلية. مسقعة من غير جليان باذنجان. هوريكم هنقطعه ازاي وهنعمل ايه، علشان ده صحية ان شاء الله للي ما بياكلش مقليات ولا بياكل حاجات فيها زيوت ولا دهون. هي ده صحية جدا، وتنفع كمان للي بيعملوا دايت، وينفع كمان لأي حد ما باكلش مقليات. فاحنا هننضف الباذنجان وهوريكم واحنا بنقطعه هنقطعه ازاي ونعمل ايه ان شاء الله. خلص تكشير واوريكم تاني، نرجع تاني نقول. بصي يا حبيبي التقطيع كده، او التقطيع اللي انتوا تحبوه، حاجه ترجع لكم انتوا، بس هو كده افضل يعني. دهنها الحته بحتتها كده، مش مهريه. انا ممكن افرده بس مش هتاخد كميه صغيره، لكن كده بتاخد كميه كبيره. بنقطع كده 4 ارباع كده. فلفل حلقات، ممكن الفلفل تحطيه ناي مع في الاخر. شوف هنعمل ايه في الاخر بعد لما ده هنرشه زيت وندخله الفرن على فرن حامي اعلى درجه. وهوريكم دلوقتي واحنا بنحط الزيت وندعكه، مجرد زيت بس مش اكتر. انا في الاخر برضو بحط قرن فلفل عشان بحبه يبرش في الاخر كده. على فكرة البتنجان كمان لما بيدخل الفرن بيبقى صحي اكتر من انه يتقلي، وعلى فكرة كمان بيبقى مريح لما يبقى في الفرن على المعدة، يعني لان زينا اي حاجة بتتعب المعدة والقولون، المقليات بالنسبة لنا مش بتبقى مريحة. فبالنسبة لنا ده الاختيار، يعني الاختيار البديل انك تدخليه الفرن. بصراحة بيبقى اطعم كمان من المقلي. كده يا جماعة، هو بعد ما قطعناه وهنرش عليه الزيت دلوقتي وهنوريكم. هنحط حوالي فنجان زيت صغير من بتاع القهوة ده، هو ده اللي هنحطه على كل الصينية دي. انت بقى مش هندعك عشان الزيت يمسك في كله، وهندخله الفرن على اعلى درجة. لو عندك توم سليم صحيح حطي فيه 5 6 7 زي ما تحبي، حبك للتوم حطي. كده كده احنا هنحط مع معلقة الصلصة في الاخر ان شاء الله. هنحط التوم ماشي. احنا هنسويه او مش هنخليه درجة اللي هو التحمير النهائي، عشان لسه هنحط عليه حاجة تانية وبقية حاجات الايه اللي مسقعها. ماشي تمام كده. هندخله الفرن. وحبيتي تقلبيه لو معاكي صينيه. حطينا عليه فنجان زيت وقلبناه كويس. رش على حسب الكميه، اللي انت عاملاها. هندخلها الفرن على اعلى درجه من فوق وتحت، الفرن الكهرباء. هنا اهو دخلنا الفرن يا جماعه على درجه فوق وتحت. احنا بنقلبه هو في الفرن عشان كله يتحمر من جميع. لو الصينيه مش بتلزق، لو الصينيه ما بتلزقش يعني. بتلزق لا، بس ما تقلبهوش. انا حطيت قطع بصل عشوائي كده عشان انا بحب عليها البصل. اللي مش عايز ده اختياري. اللي هينحط على الباذنجان بعد ان هو في الفرن مقطعينه هنطلعه دلوقتي: معلقه ثوم، معلقتين صلصه، معلقه بصل مبشور اختياري، قرن فلفل احمر او اخضر برضو اختياري، كمون، كزبره، فلفل اسمر برضو اختياري الفلفل الاسمر، لكن اساسي كمون وكزبره. طبعا دي عليه ملح فمش هحط ملح الا لما اشوف. حبيتين طماطم مبشورين، معلقه سكر حطيتها دابت طبعا، معلقتين خل كبار. ماشي. قلبهم مع بعضيهم. وهنحط نص كوبايه ميه او كوبايه ميه. لو عايزه فيها صوص كتير كتر الميه، بس مش كتر يعني كتير، لان البصل والطماطم وكله ده هينزل ميه. ماشي. هنحط نص كوبايه ميه بس، لان الباذنجان هنا مستوي 90%. هوريهولك. هنعمل الفرن بعد ما اتحمر. نحط عليه طبعا دي ني في ني، عايزه تسبكيها وتزوديها ميه براحتك، بس هي كده اطعم بصراحه يعني عن تجارب. ومريحه للمعده كمان. معلقه سكر ومعلقه ملح على حسب الملح برضو اختياري، على حسب اللي انتوا بتحبوه. ماشي.
طبعا هي كده 90% سوا. هنحطها تقعد معاها حوالي ربع ساعه بعد الغليان، ونرجع ندخلها الفرن ونسيبها هي كده. يعني لو عايزاها تحمر اكتر من كده براحتك، عايزه تقطعي طماطم حلقات على الوش، فلفل براحتك، مش عايزه لحمه مفرومه برضو براحتك، كله براحتك يعني، ده اختياري. ربع الميه التاني هنشطفه بس كده اهو عشان تكمل حبه السوا. هي مش محتاجه بصراحه يعني، احنا احيانا بحطها تاخد وش وخلاص او غلوه وخلاص كده. خلاص هندخلها الفرن ربع ساعه او على حسب حراره فرنك، ممكن تاخد ربع ممكن تاخد تلت اللي هو فيه يعني، على حسب ايه حراره الفرن بتاعك. كده يا جماعه بعد ما طلعناها على فكره الفرن. انا جيت ادوق الملح لقيته زياده شويه، فقطعت بطاطسيه وحطيتها، وعادي ممكن تحطي معاها بطاطس لو بتحبيها. وفي يعني حاجه بسيطه كده ممكن اقولها، انا كده حطيت شويه ميه عشان عايزه صوص. اللي مش عايز صوص وبتبقى اطعم من اللي فيها صوص، الطماطميه المبشوره ومعلقه الصلصه مع التوابل مع البصليه مع فص الثوم او معلقه الثوم المفرومه، هي بتحب الثوم، مع معلقه الخل، وبترتاش على وشها، بتكون بعد ما قطعناها وحطيناها في الفرن واحمرت 100%، بنروح رشين عليها وسايبينها 5 دقائق بس. رشين ايه؟ رشين ثوم مفروم، الطماطميه مع الثوم مع الحاجه، وما تحطيش ميه، هتبقى كأن جاليه باذنجان جالك يعني لو مش عايزه صوص، وهي بتبقى اطعم من غير الصوص بصراحه. بس انا عملت صوص عشان خاطر ايه الرز وكده، بس هي بصراحه من غير صوص اطعم اطعم مش صوص كتير على فكره. لا بتبقى احلى، بتبقى ناشفه كأن جاليه باذنجان وحط عليه الدقه بتاعتها وخلاص، بتبقى تحفه بصراحه يعني. بالهنا والشفا حبيبي. يلا ما تنسوش اللايك والشير يا جماعه، لايك 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 لايك.